اهلا وسهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن نصايح ازاي نحافظ على جلدنا من الجفاف في الشتاء. زي ما احنا عارفين ان الجلد بيفقد عوامل الحمايه الخاصه بيه وبيفقد جزء كبير من الميه المكونه لطبقاته، علشان كده لازم نهتم بشرب الميه من 2 ل 3 لتر في اليوم، ونهتم بالاكل الصحي اللي بيحتوي على عناصر مضاده للاكسده والاوميجا زي الخضروات والفاكهه، نهتم بممارسه الرياضه يوميا، ونهتم بالنوم 7 ل 8 ساعات في اليوم. الاستحمام لازم يكون بميه فتره ويكون قريبه من درجه حراره الجسم، يكون بصابون او شاور جل بيحتوي على مرطبات زي الجليسرين، ويكون بليفه ناعمه ونبعد عن الليفه الخشنه، والافضل ان احنا نحاول نقلل الشاور تايم اللي هي مده الاستحمام، ونهتم بترطيب الجسم باستمرار وخاصه بعد الاستحمام خلال 5 دقائق، ونرطبه بكريمات ولوشن تكون مكونه من جوجوبا اويل وشيا باتر وجليسرين، ونهتم بترطيب الشفايف والايدين باستمرار. اهم حاجه ان احنا نهتم بلبس الملابس القطنيه ونبعد عن الصوف، ونبعد عن مساحيق الغسيل اللي بتحتوي على العطور او الفريجرنس، واهم حاجه ما ننساش هنستخدم واقي الشمس باستمرار في الشتاء زي الصيف. لازم نعرف ان في امراض زي الصدفيه والقشره السمكيه والاكزيما وحب الشباب بتزيد حدتها في الشتاء. واخيرا لو في احمرار شديد او تهيج في الجلد او التهاب نقوم باستشاره اقرب طبيب جلديه.